صباح الخير. وصفتنا النهاردة بقى وصفة جديدة ومختلفة، وهي الكيك ساندويتش. طريقتها سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص، في 10 دقايق بس هتعملي احلى كيك، وكمان بطريقة سهلة للتزيين هتحوليها لقطعة جاتو تجنن، تنفع في اي مناسبة حلوة. وبالطين 2 بس هتعملي 14 قطعة من الجاتو، وباستخدام الخلاط وبدون فصل الصفارة عن البياض، وبدون استخدام دقيق الاسبونج الجاهز. وكمان هقولك ازاي تسويها من غير فرن خالص. بس لو اول مرة بقى تتابعوني، ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معايا هجيب الخلاط بتاعي، وهنزل كده ببيضتين يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وعلى طول هنزل بالفانيليا، وبعدين كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، وكوباية من اللبن الحليب. هضربهم بقى مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب تماما، والخليط السائل بقى فاتح بالشكل ده. وطبعا استخدمت مج الشاي العادي علشان اعاير بيه لكل المقادير. ومعايا هنا بقى كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين كبار ونص من الكاكاو الخام الغير محلى، ومعلقتين من النشا، ومعلقة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. نخلتهم بقى كويس جدا كده على الخليط السائل، وهقلب كده لحد ما الدقيق يختفي معايا. والمقادير دي طلعت مظبوطه معايا جدا، محتاجتش اضيف لها اي حاجه تاني، وقوام الكيكه طلع مظبوط جدا. وطبعا القوام هنا بيبقى تقيل شويه عن الكيك العاديه، ده القوام اللي احنا عايزينه، بيبقى تقيل كده بالشكل ده. شوفوا بعمل كده ما بيرجعش لشكله بسهوله. وطبعا لو حسيتوا انها خفيفه تقدروا تضيفوا معلقه من الدقيق لحد ما القوام يظبط معاكم. جبت بقى كده كيس حلواني وحطيت فيه خليط الكيكه، فتحته فتحه صغيره كده. وممكن كمان تستخدموا اكياس التلاجة عادي جدا، مش هتقول لا، اي حاجه متوفره عندك. وبالشكل ده عملت شكل الساندويتش بتاع الكيك. وطبعا بنسيب مسافه كويسه لانها لسه هتتضاعف لما تدخل الفرن. وبندخلها بقى الفرن على درجه حراره 170 من 7 ل 10 دقايق، مش بتاخد اكتر من كده. بعد اول 7 دقايق بنفتح عليها ونختبرها، لو لقيناها استوت يبقى تمام، لقيناها لسه نستنى عليها دقيقتين كمان وبعدين نطلعها. لو حابين بقى تعملوها بدون فرن خالص، هجيب بقى طاسه دهنه بسيطه كده من الزيت، وهبدا كده احط الكيكه بتاعتي، بس المره دي هعملها على شكل دواير بالشكل ده. وطبعا بنظبطها بسباتولا كده، ببدا اشيل اي زياده معايا. هغطيها بقى باي غطا محكم، وهرفعها على نار متوسطه لمده 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق بختبرها عشان اشوفها استوت ولا لا. ولحد بقى ما الكيك يستوي معانا، تعالوا نحضر كريمه شوكولاته سهله وسريعه واقتصاديه. معايا بقى 3 معالق كبار من السكر، وكمان معايا معلقه كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى، وكوبايه من اللبن الحليب المثلج. وطبعا هنا استخدمت السكر لاني هضيف كريم شانتيه خام، لو مش هتضيف كريم شانتيه خام طبعا بيبقى محلى، فمش محتاجين اننا نضيف السكر. بعد ما اتاكدت ان السكر داب تماما، هنزل على طول بنص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وهضربهم مع بعض بقى لحد ما يديني قوام الكريمه المتماسك زي اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده حشوه الكيك بقى جاهز معانا. وهنا بقى كان الكيك كمان استوى، واختبرتها وطلعت مستويه كويس جدا. بصوا بقى شايفين شكلها حلو جدا، هشه كده وطريه. ودي طبعا اللي كانت معانا في الطاسه، استوت هي كمان وبتطلع معايا بكل سهوله. مفيش بقى اسهل ولا اسرع من كده. وهنا بقى كان الصاج التاني طلع معايا من الفرن واستوى كويس. بدأت اخد كل قطعتين كده شبه بعض واحطهم على بعض بالشكل ده، وبعدين باخد قطع منهم وابدأ احشيها بالكريمة بالشكل ده، وبعدين بقفل عليها بالقطعة التانية كده واضغط ضغط خفيفة، ما نضغطش قوي علشان الكريمة ما تخرجش بره. واهم حاجة نحط كمية كريمة محترمة علشان الكيك دي اسفنجية جدا وبتشرب شوية من الكريمة، عشان كده حطوا طبقة كويسة، يعني ما تحطوش طبقة قليلة علشان تفضل معاكم طبقة حلوة جوه. وما تقلقوش خالص من الكريمة، هتكفي معاكم وممكن تفيد كمان. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله عملنا 28 قطعة من الكيك. لما قفلناهم ساندويتش بالشكل ده وحطينا كل 2 مع بعض بقوا معانا 14 قطعة. لو حسيتوا ان الكريمة طالعة قوي من الجنب كده، بجيب معلقة وابدأ اشيل الزيادات بالشكل ده عشان تطلع مظبوطة معي. وبس كده خلصت كل الكمية وحشتها، وده شكلها بعد ما خلصت.
بجد شكلها كده حلو قوي ومش محتاجة تزيين، بس لو حابين تزينوها بحاجة بسيطة هنجيب بقى سكر بودرة ونرش على وشها كده السكر. ودي بقى كانت اول فكرة معانا. بجد شكلها حلو جدا، ولون السكر الابيض ده يعني كسر الالوان بتاعتها كده واديها شكل شيك. تاني فكرة معانا بقى هنجيب الكاكاو، وطبعا يفضل يكون كاكاو محلى مش كاكاو خام عشان بيدينا طعم احلى للكيك، لان الكاكاو الخام هيديكم طعم مر شويه. وهنا بقى هتحسوها انها قلبة على تيراميسو شويه. بجد شكلها شيك جدا برضو، بس انا حبيت اديكم اكتر من فكره علشان تختاروا الشكل المناسب ليكم او الحاجه المتوفره عندكم علشان تقدروا تنفذوها بكل سهوله، او ممكن تعملوا ميكس ما بين الاتنين زي ما انا عملت كده. وكمان تقدروا تشكلوا الكيك زي ما انتوا حابين، لو حابين تعملوها بالشكل التقليدي للساندويتش او ممكن تعملوها مدوره كده برضو شكلها حلو جدا جدا. وتعالوا بقى نشوف تفاصيل الكيكة الجميلة. شايفين بقى انا سبت هنا واحدة اهيت ما حطيتش عليها كاكاو ولا سكر، وعايزة اقول لكم بقى ان طعمها برضو لذيذ جدا بدون اي اضافات، وسكرها مظبوط قوي وخفيفة وهشة وبتدوب في البق. شايفين بقى اسفنجية من جوه قوي وطعمها بجد يجنن. ودلوقتي بقى معانا تالت فكرة واللي هتحول معانا الكيك لقطعة جاتو شكلها حلو قوي وشيك ونقدر نستخدمها في اي مناسبة. سيحت الشوكولاتة كده على بخار ماء وحطيت عليها معلقة من الزيت علشان يديني لمعة حلوة، وقلبتهم كويس جدا. وضفت بقى الشوكولاتة على وش الكيك بالشكل ده. ممكن تعملوا كده خطوط بالشوكولاتة هتديكم شكل حلو جدا، او تزينوا باي حاجة متاحة عندكم، شوية مكسرات على الوش او ممكن شوية من السبرينكلز او شوية من الفرماسيه او جوز هندي، يعني اي حاجة تكسر معانا اللون. وبس كده هنبقى عملنا احلى قطع جاتو، و14 قطعة كمان يعني بالطين بس عملوا لنا كل الكمية ديت، وهتوفر معانا. وكمان الطريقة سهلة وبسيطة ومن غير فصل صفارة عن البياض وبدون دقيق سبونج جاهز، وكمان سريعة جدا ما اخدتش معانا 10 دقايق وطلع معانا الجمال اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى بقى الفكرة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها، وكتروا الشير واشوفكم على خير.